السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة تالتة ثانوي، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ جه ميعادنا يا ابطال مع الوحدة الخامسة وهندرس فيها ان شاء الله الافعال المنعكسة وهنعرف تأثير الفعل المنعكس وفي زمن الماضي وزمن المضارع. بس اهم حاجة يا بطل ما تنساش دعمك للقناة هيفرق معانا جدا، تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اي استفسار عندك في التعليقات وانا هجاوبك بامر الله ان شاء الله. كوبايه القهوه المتينه بتاعتك ويلا نبص على الكلمات ونبدا. بسم الله الرحمن الرحيم ونقول محل، نيجوتسيو، ملابس يا اما ابيتو يا اما فيستيتو يا اما ابيليامنتو، اكسسوارات، اتشيسوري، مركز تجاري، تشنترو كوميرتشالي، موعد، ابونتامنتو، محل بيع الايس كريم، جيلاتيريا، موضه. تمام كده يا شباب؟ ماركة أو علامة تجارية، ماركيو، مصمم أزياء، ستيليستا، صباح غد، دوماتينا، زوج من، اون بايو بتساوي دوي، شخصية معروفة، بيرسوناجو، قطع ملابس، كابي دي ابيليامنتو، ذوق، جوستو. نيجي بعد كده للافعال يا شباب. في عندي هنا يبيع معناها فينديري والعكس يشتري كومبراري، يتسوق معناها فاري سبيزي يا اما فاري اكويستي يا اما فاري شوبينج. بعد كده عندي يرتدي ليها اكتر من معنى، بص معايا كده، فيستيرسي يا اما ميتيرسي يا اما اندوساري او بورتاري. تمام كده؟ يثبت او يحدد، في الساري يستيقظ، اسفيليارسي بتساوي الزارسي ينهض او يستيقظ، يشعر، سنترسي يتقابل، انكونترارسي يستمتع، ديفيرتيرسي يقع او يوجد، تروفارسي. بعد كده يتجول، جيراري او باري اون جيرو، يمل او يتضايق، انه يرسي، يخفو او ينعس، ادورمنتارسي، يسمى او يدعى، كيامارسي، يتقابل او يلتقي، فيدرسي، يتبادل الشعور بالحب، امارسي، يتبادل النظرات، جواردارسي، يتبادل الحديث، بارلارسي، يتبادل عامة، سكامبيارسي. نيجي بعد كده يا شباب للصفات. في عندي هنا كلمة نفس يعني ستيسو، عكسها مختلف يعني ديفيرسو. بعد كده منعكس، ريفلسيفو. بعد كده تبادلي، ريتشيبراكو، مبكرا، بريستو، والعكس متأخرا، تاردي. تمام كده يا شباب؟ بعد كده الاسبريسيوني، التعبيرات. يحدد موعد، دارسي ابونتامنتو، يحدد موعد بردك او يثبت موعد، في الساري ابونتامنتو. نفس الطريقه، لو ستيسو مودو، ستيلي او مودو النظام او الطريقه. ما رايك او ما رايكم في، كيني ديتشي او ديتي دي، حوالي، فيرسو محدد او معين، دي ان بارتيكولاري بخصوص او بشأن، ابروزيتو شخصيا، بيرسونالمنتي جدا او كثيرا، دا موريري بتساوي مولتو بتساوي اون ساكو دي، مؤخرا، ultimamente على عجل او بسرعه، انفريتا بتساوي فيلوتشيمنتي ببطء، لينتامنتي. طيب بالنسبه للملابس يا شباب، في عندي قميص، كاميتشا، بنطلون، بنطلوني، جينز، جينز، احذيه، اسكاربي، تي شيرت، ماليتا، نظارات شمس، اوكيالي دا سولي، حذاء رياضي، اسكاربي دا جيمناستيكا، حذاء رياضي تاني، سكاربي سبورتيفي. طبعا ممكن كده دي كلمة دا تنس، يبقى سكاربي سبورتيفي دا تنس، حذاء رياضي. شال او اشارب، شاربا. بعد كده جاكيت، جاكا، جيبة، جونة، سويتشيرت، فيلبا، جاكيت او سويتر، جوبوتو، زي رياضي او تريننج، توتا دا جيمناستيكا، توتا دا جيمناستيكا، تيشيرت داخلي، كانوتا، حقيبة او شنطة، بورصة، حقيبة صغيرة، بورسيتا، رابطة عنق او كرافاتا، برضك نفس النطق، كرافاتا. تمام كده يا شباب؟ تعالوا نبص مع بعض هنا كده على القطعة دي بتقول ايه. بيقول لي لي راجاتسي سونو اسكوولا، البنات بيكونوا في المدرسة. أليسيا كيدي ألي سو أميكي، أليسيا طلبت من صديقاتها اللي هم مين؟ كيارا وجوليا، دي أنداري كون لي دوماني أفاري سبيزي، الذهاب معها غدا لكي يتسوقوا. فين يا شباب؟ al nuovo centro commerciale، في المركز التجاري الجديد. طب ده مكانه فين؟ قال لك che si trova dietro il duomo، الذي يقع خلف الكنيسة الرئيسية. جوليا أتشيتا ليديا، قبلت الفكرة ديت، وافقت عليها. ما فوليز فيليارسي تاردي، ولكن هي تريد أن تستيقظ متأخرا. طب ليه؟ بيركيسي سنتي ستانكا، لأنها تشعر بالإجهاد أو التعب. أليسيا سوجريتشي، أليسيا اقترحت،
di incontrarsi alle 10:30 così Giulia può dormire fino alle 9:30. يعني ايه؟ أليسيا اقترحت ان هما يتقابلوا الساعة 10:30 وهكذا جوليا يمكنها ان تنام حتى الساعة 9:30. بعد كده بيقول لك ايه؟ أليسيا andrà al centro commerciale perché vuole comprare un paio di scarpe. بمعنى أليسيا تريد أن تذهب أو ستذهب إلى المركز التجاري لأنها تريد أن تشتري حذاء، زوج من الحذاء. جيراري وبعد كده تتجول قليلا، تلف شوية. e mangiare qualcosa وتأكل آيس كريم أو تأكل شيء ما. Chiara pensa che sarà anche possibile cercare abbigliamenti per il concorso musicale. يعني ايه؟ أليسيا فكرت انه سيكون في الامكان ان هم يبحثوا عن ملابس من اجل المسابقة الموسيقية. طب ليه؟ perché hanno detto لان هم قالوا اصلا che si vestiranno tutti allo stesso modo، ان هم هيلبسوا كلهم نفس الشكل على نفس الطريقة زي موحد. كيارا شيلي الكولاري نيرو. طب اختيار كيارا كان ايه؟ اللون الاسود. قالت انا عايزه نلبس كلنا اسود. بركي لورو سونو اون روك باند، لانهم هم هيكونوا فرقه روك وهم بيلبسوا الاسود عادي. أليسيا نون بياتشي كويستو كلوري. طب أليسيا لم يعجبها هذا اللون، ما عجبهاش اللون ده. طب ليه؟ بركي بالريفيريشي بيانكو، لانها تفضل الايه؟ الابيض. كان عايز اخليهم كلهم يلبسوا ابيض زي موحد. فكيارا طلع برأي تاني خالص اتفقوا عليه. كيارا سوجيريتشي جينس بلو اي ماليتي بيانكي. يعني ايه الكلام ده؟ قالت كيارا اقترحت يلبسوا بناطيل جينس كحلي وتيشيرتات لونها ابيض تحمل اسم الفرقه، يكون عليها تمام كده il nome della band، اسم الفرقه. Le ragazzi devono ancora trovare il nome della band. يعني ايه يا شباب؟ البنات ما زال يجب عليهم ايجاد اسم للفرقه، يلاقوا اسم لايه؟ للفرقه. تيجي نبص كده على الاسئله. بيقول لي ايه؟ بيقول لي البنات لراجاتسي فانو افاري سبيزي، ذهبوا او يذهبوا للتسوق. هيذهبوا يروحوا فين؟ على التشنتو كوميرشالي، تمام، للمركز التجاري. طيب السؤال الثاني، انداري al centro commerciale للدية دي. الذهاب للمركز التجاري كان فكرة مين منهم؟ أليسيا، هي اللي اقترحت يروحوا، تمام. بعد كده بيقول لي جوليا سي سنت ستانكا بيرتشو. جوليا تشعر بالإجهاد أو التعب ولهذا طبعا هي عايزة تنام لحد وقت متأخر، يبقى فوولي تريد أن تستيقظ إزفيليارسي تاردي، متأخرة. نيجي بعد كده alla fine le ragazze، في النهاية البنات سي انكونترانو، سيتقابلون امتى؟ اتفقوا على الساعة 10:30، تمام؟ تمام، يبقى الإجابة هتبقى alle 10، الإجابة الأولى alle 10:30. أوكي. al centro commerciale، في المركز التجاري أليسيا ستشتري، هتشتري إيه؟ زوج من الأحذية، يبقى un paio di scarpe، تمام. ليه راجاتسي البنات موقفهم ايه من اسم الفرقه؟ هم لسه ما لقوهوش، يبقى الاجابه هتبقى non hanno ancora scelto il nome della ايه؟ della band، ما زالوا لم يختاروا اسم الفرقه. تمام كده يا شباب؟ طيب الافعال المنعكسه، هو ايه الفرق ما بين الفعل المنعكس والفعل العادي؟ انا عارف ان تكوين الجمله الطبيعيه فاعل وفعل ومفعول، ويقع تأثير الفعل على المفعول به. بص على المثال ده كده، بيقول لي ايه؟ يقول لي أنا ادي الفاعل، اسفيليا ادي المفعول او دي الفعل، سكوزا ادي الفعل، لا سوا ايه يا شباب؟ سوريلا. أنا ايه يا شباب؟ أن الفاعل. اسفيليا مين يا شباب؟ ده الفعل يا سينيور، تمام. لا سوا سوريلا ده المفعول به. معنى الجملة ايه؟
معنى الجملة بيقول لك ايه؟ أن بتصحي أختها، فتأثير الفعل ده اسفيليا وقع على مين؟ على المفعول به يا سنيور، لا سوى سوريلا. امال ايه بقى قصه الفعل المنعكس؟ قال لك الفعل المنعكس يقع تاثيره على الفاعل نفسه. يقول لك ضربها ردت في صدره. تمام كده؟ يبقى معنى كده لو عايز اطبق على المثال دوت، مش هينفع بقى ان احنا نقول ان بتصحي اختها واقول لك في فعل منعكس، لا ده ان هي اللي صحيت. بص كده، ان سي اسفيليا، ان استيقظت. فمعنى كده ان تأثير الفعل بتاعنا وقع على مين؟ ايوه على ان. يبقى معنى كده يا شباب ان لما فعل منعكس عندي تأثيره يقع على مين؟ على ان اللي هي الفاعل. انا مش محتاج احط مفعول به، لان الفاعل قام بدور المفعول، التأثير الفعل وقع عليه، ردت عليه هو تاني. ان استيقظت يبقى هي اللي صحيت. شفت الفرق ما بين الاثنين؟ شفت الفرق ما بين الفعل هنا والفعل هنا؟ هنا فاعل وفعل ومفعول، وتأثير الفعل وقع على المفعول. انما هنا فاعل وفعل منعكس، فتأثير الفعل منعكس انعكس على الفاعل نفسه. ده التعريف بتاع الفعل المنعكس. طب هو ايه اللي بيميز الفعل المنعكس في شكله عن الفعل العادي؟ بص يا سيدي، الفعل العادي احنا خدنا المصدر بتاعه مجموعة اولى اره، مجموعة تانية ايره، مجموعة تالتة ايره في المصدر. دول كده مصدر، وده كده مجموعة اولى، وده مجموعة تانية، وده مجموعة تالتة. حلو الكلام. الفعل المنعكس في المصدر بيتميز بضمير مفعول سي. ضمير مفعول مين يا شباب؟ سي. ده اللي بيميز الفعل المنعكس. فبالتالي هتلاقي المجموعة الأولى الفعل المنعكس بدل ما كان ار هتبقى ار سي، بدل ما كان ايري هتبقى اير سي، بدل ما كانت ايره هتبقى اير سي. بالشكل ده كده. يبقى ده كده مجموعة أولى بس منعكس، مجموعة تانية، مجموعة تالتة. كأني حذفت حرف الايه وحطيت مكانه ايه يا شباب؟ مظبوط، ضمير مفعول او ضمير فعل منعكس اللي هو سي. طيب انا بقى عايز مثال كده يا سنيور عشان نبدا نشوف هنصرفه ازاي في زمن المضارع. الوحده الخامسه هنحط الفعل منعكس في زمن الايه؟ المضارع. بص معايا كده يا سيدي، انا مثلا هاجي لك هنا واقول لك انا عندي فعل اسمه الزارسي اهو، معناه يستيقظ او ينهض. ده مجموعه ايه؟ مجموعه اولى. تمام. وعندي فعل في المجموعه الثانيه اسمه ميتيرسي اهو، معناه ايه؟ يرتدي. تمام. وعندي فعل في المجموعه الثالثه اهو اسمه فيستيرسي. تمام. معناه ايه؟ ايضا يرتدي. هنصرف ازاي يا سنيور؟ طبعا انت هتحط ضمائر الفاعل عادي جدا اهو، ايو، تو، لوي، لي، نوي، فوي، ولورا. ماشي، حلو الكلام. نمسكهم واحد واحد بقى كده. اول حاجه عندي مين جذر الفعل اهو يا سنيور؟ ألز. هينزل كما هو ألز مع كل الضمائر. اوعى تنسى بقى تصريف ضمير المفعول او ضمير الفعل المنعكس سي. ضمير الفعل المنعكس سي هتصرفه مع من اول ايو لحد لورو. طب كان ايه يا سنيور؟ كان ايو مي، وتو تي، ولوي او لي سي، ونوي تشي،
وفوي في ولورو ايضا سي. تمام كده؟ يبقى مي وتي وسي وتشي وفي وسي. طب وبعد كده يا سنيور حط لي بقى نهايات المجموعه الاولى في زمن المضارع اللي احنا خدناها في اولى ثانوي، اللي هي كانت ايه يا سنيور؟ اللي هي كانت او اي يامو. تمام. اتي مظبوط. انو الله ينور. اصبح الفعل اسمه ايه؟ مي الزو، تي الزي، سي الزا، تشي الزيامو، في الزاتي، سي الزانو. طب يلا نخش على المجموعه الثانيه. هنعمل ايه؟ هنحط ضمير منعكس سي، ضمير الفعل المنعكس سي هنصرفه مع الضمائر بتاعتنا، يبقى مي تي سي تشي في سي. طب وبعد كده يا سنيور حط لي بعد اذنك جذر الفعل اللي هو كان مت اهو، ينزل كما هو. بعد كده حط لي نهايات المجموعه الثانيه في زمن المضارع. افتكر معايا، ايوه كانت الاو الاي الاي ايامو ايتي اونو. تمام. المجموعه الثالثه يا سنيور زي ما عملنا في الاولى والثانيه مكملين تصريف الفعل او ضمير منعكس سي اهو، مي تي سي تشي في سي. ده ايه يا سنيور؟ ده يا حبيبي ضمير الفعل المنعكس سي انا صرفته مع ضمائر الفاعل بتاعتنا. ماشي. بعد كده نعمل ايه يا سنيور؟ حط لي فيست اللي هو جذر الفعل. تمام اهو فيست. يحصل له ايه؟ هينزل كما هو اهو فيست. بعد كده حط نهايات المجموعه الثالثه في زمن المضارع اولى ثانوي، خليك فاكر. يلا نفتكر مع بعض. او اي اي ايامو ماشي، ايتي ماشي، اونو. اصبح الفعل اسمه مي فيستو تي فيستي سي فيستي شي فيستيامو في فيستيتي سي فيستونو. تمام يا شباب كده لحد دلوقتي احنا ماشيين كويس قوي، وعرفنا فعل منعكس تعريفه ايه، بيقع تأثيره على مين، وشكله عامل ازاي في تصريف ايه زمن المضارع. السؤال بيجي لك ازاي في الامتحان ده اللي يفرق معايا. بص معايا كده، يجي يقول لي مثلا اوجي اليسيا نقط تاردي. في الاختيارات بيقول لك ايه؟ في الاختيارات بيقول لي يا ترى تي، يا ترى تي الزي ولا سي الزي ولا سي الزانو ولا في الزاتي. اهو اعتبره سؤال في الامتحان وجالك. اول حاجه تسالها لنفسك، مين فاعل الجمله؟ اليسيا مظبوط. بتساوي ضمير مين؟ ليه؟ حلو الكلام. طيب ليه بتاخد انهي نهايه في الاربعه دول؟ هتبقى الاجابه الثانيه. اليوم اليسيا استيقظت متاخره. شفت ماشيه ازاي؟ يبقى انا عوضت عن الفاعل بالضمير بتاعه عادي جدا، عرفت اختار الشكل بتاعي عادي، سي الزي. تمام، سي الزا. طيب يا شباب، يبقى انا كده عرفت السؤال بيجي لك ازاي في الامتحان وبجاوب عليه ازاي، ولحد دلوقتي ماشيين كويس قوي قوي. فاضل حاجه بسيطه صغنونه كده في الدرس ده، وهي الفعل المنعكس التبادلي. يعني ايه يا سنيور فعل منعكس تبادلي؟ يعني بيجي دايما هتلاقيه موجود مع الثلاثه اللي تحت دول، نوي وفوي ولور، بيكون متصرف معاهم دايما. ما ينفعش شخص يقوم بيه لوحده. يعني هو ما صحيش او اغتسل او عمل اي حاجه، امال عمل ايه؟ هو بيتبادل النظرات. يبقى لازم يكون في حد قدامه او مجموعه قدامه. هو بيقابل حد، بيسلموا على بعض،
هما بيتكلموا مع بعض، بيبدلوا حاجات مع بعض، دي كلها كده اسمها ايه؟ افعال منعكسه تبادليه. بص على المثال ده كده عشان نفهم اكتر. يجي يقول لي مثلا على سبيل المثال باولو انكونترا أليسيا. باولو بيقابل أليسيا. أليسيا انكونترا باولو. أليسيا بتقابل باولو. إذا باولو أليسيا، باولو إيه أليسيا، ها يا شباب عملوا إيه؟ يبقى هنختار في السؤال في الإجابة بتاعته سي انكونترانو، بس كده. باولو وأليسيا تقابلوا، يبقى باولو وأليسيا تقابلوا. أنا قابلت سنيور أحمد، سنيور أحمد قابلني، أنا وسنيور أحمد تقابلنا، شي انكونتريامو. تمام كده؟ وهكذا. طيب عايزين نطبق بقى على الكلام ده ونشوف الأسئلة تبقى عاملة إزاي لما تجيلك إن شاء الله في الامتحان. الأفعال المعاكسة التبادلية تلاقيها زي الأفعال دي كده يا شباب، ومن أشهر تلك الأفعال اللي بتجيلك لسه قايلك من شوية: يتبادل الشعور بالحب أمارسي، يتقابل مع انكونترارسي، يتبادل ضحية سالوتارسي، يلتقي فيديرسي، يتعانق أبراتشارسي، يتعرف كونوشيرسي، يتبادل نظرات كواردارسي، يسمعوا بعض سينتيرسي، يتبادلوا الحديث بارلارسي، يتبادل عامة في المطلق اسكامبيارسي، بيحدد موعد دارسي ابونتامينتو، بيتزوج اسبوزارسي. كل دي افعال لازما ولابد ان ما ينفعش واحد يقوم بيها لوحده، لازم تبقى مع ايه؟ مع اشخاص تانيين. ودايما زي ما قلنا هتلاقيها تأتي فقط مع ضمائر الفاعل الجمع، نوي وفوي ولورا. زي ما انت شايف المثال ده كده بيقول لك البروف سالوتا لستودنتي، المدرس بيحيي الطلاب، لستودنتي سالوتانو البروف، الطلاب بيحيوا المدرس. اذا الطلاب والمدرس بيحصلوا ايه؟ سي سالوتانو، بيحيوا بعض. وهكذا يا شباب. تعالوا نبص على الاسئله كده، سمي بالله معايا ونمسك اول سؤال. بيقول لي اوني جورنو، كل يوم باولو بريستو، مبكرا. مين الفاعل؟ اهو يا سينيور، باولو بيساوي مين؟ بيساوي لوي. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ يبقى الاجابه هتبقى سي اسفيليا، اهو سي اسفيليا، يستيقظ. طيب السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ اوجي سونو مولتو ستانكو، ستانكو اي نون بيني، اليوم اكون تعبان جدا. يبقى انا مين؟ انا الفاعل. فالاجابه هتبقى ايه؟ اي نون، عايز اقول ولا اشعر بتحسن، يبقى اوجي سونو مولتو ستانكو اي نون مي سينتو، علشان الكلام هنا رايح على ايو. عرفت منين يا سنيور؟ من سونو مولتو ستانكو، اكون تعبان. تمام. كواندو دينو فا شوبينج، لما دينو بيعمل شوبينج، تسوق يعني، مولتو بيمل، بيحس انه متضايق او بيمل جدا في موضوع الشوبينج ده. فهتبقى الاجابه على مين؟ طبعا دينو هو الفاعل، بيساوي الضمير لوي هو، تبقى الاجابه سي النويا، يمل كثيرا، يشعر بالملل. بعد كده بيقول لي أليسيا سيمبري alla مودا. طب ما هي أليسيا بتساوي الضمير مين؟ الله ينور ليه. أليسيا دائما على الموضة، ترتدي سي فيستي، هي اللي بتلبس دايما على الموضة. المثال اللي بعده بيقول لي دينو، وخد بالك بعد منها مين؟ ايوه فيرجولا، صح كده، مصحصحين، بتساوي الضمير تو. لا ماتينا بريما دي أشيري، يعني بيقول لك انها تاخد شاور، تستحمى قبل ما تنزل على ايه؟ على الشغل بتاعها او تخرج عامه في الصباح. يبقى دينو بيساوي الضمير انت. فانا بساله بقول له يا دينو، هو انت بتستحمى في الصباح قبل ان تخرج تاخد دش يعني؟ يبقى الاجابه هتبقى تي لافي، علشان تو اهو. ايه الكانتانتي ديلا نوسترا باند؟ السؤال اللي بعده، مطرب الفرقه بتاعتنا. اريفا تاردي، وصل متاخر. قال لي برافي،
للبروفات. اي نون ماي، ولا يعتذر، ما بيعتذرش ابدا. مطرب بجح، بيروح متاخر بلطجه كده وما بيقولش انا اسف. طب الكلام على مين؟ الكلام على المطرب، الكانتانتي، بيساوي الضمير لوي. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ سي اسكوزا، الاجابه الثانيه. ماي، ولا يعتذر ابدا. راجاتسي اكي اورا، يا ولاد في اي وقت الفين ستيمانا. الفاعل عندي هنا راجاتسي بيساوي الضمير فوي، تمام. في اي وقت نهايه الاسبوع بتستيقظوا، يعني بتصحوا، يبقى في الزاتي، الاجابه الثالثه. ليه ميا ميكي صديقاتي دا موريري النوفو شيتو كوميرتشالي، بيستمتعوا جدا، تمام كده، في المركز التجاري الجديد. طيب ليه اميكي او ليه ميا ميكي بتساوي الضمير لورو، تمام كده. يبقى الاجابه هتبقى سي ديفيرتونو، الاجابه الثانيه. جوليا اي باولو او باولا، جوليا وباولا بتساوي الضمير مين يا شباب؟ مظبوط لورو. نون بيو، ما بيتكلموش مع بعض كتير، يبقى الاجابه هتبقى سي بارلانو، لا يتبادلوا الحديث، تمام. نختم بالسؤال اللي جاي ده، بيقول لي كيارا كيف استسيرا. كيارا هنا يا شباب بتساوي الضمير تو، صح عشان في فيرجولا. كيف استسيرا، هتعملي ايه هذا المساء؟ ماذا تفعلي؟ ردت وقالت نون اسكو بيركي، انا مش هخرج لان بيرلي ازامي، في امتحانات عندها، بتجهز نفسها للامتحانات. يبقى هي بتتكلم عن مين؟ عن نفسها، ايو، بصيغه ايو. يبقى مي بريبارو الثانيه، بستعد للايه؟ من اجل الامتحانات. تمام كده يا شباب، ده كان بالنسبه للافعال المنعكسه. ركز معايا بقى كده عشان اللي جاي المواقف، ما تروحش في اي حته، ولو القهوه خلصت اعمل قهوه تاني. وجينا يا شباب دلوقتي للمحطه الاخيره عندنا في الوحده، وهي المواقف. ومواقف الوحده الخامسه بتتكلم عن طلب الراي، زي ما احنا شايفين كده، بتطلب راي حد في اي حاجه تخصك او اي حاجه عامه بتطلب رايه فيها، وبعد كده انك بتعبر عن الراي بتاعك وايه الامثله بتاعتها. نبص مع بعض كده على المواقف او الامثله الخاصه بطلب الراي. هلاقي عندي كيني بنسي او بنساتي دي، ودي معناها ما رايك او ما رايكم فيه، او ماذا تظن او ماذا تظنون فيه، تمام كده. بعد كده عندي كينيديتشي او ديتي دي، معناها ايضا ما رايك او ما رايكم في كذا. بعد كده سيكوندو تي او فوي، معناها بالنسبه لك او بالنسبه لكم او برايك او برايكم، تمام كده. تي او في بياتشي، دي تي بياتشي او في بياتشي، معناها ايعجبك ان او ايعجبكم ان، وهكذا. ده بالنسبه لايه يا شباب؟ بالنسبه لطلب الراي. طب الامثله اللي عندي، اول مثال بيقول لي اليسيا كيني بنسي دي انداري النوفو تشنتو كوميتشالي، يعني ايه؟ يا اليسيا، بتكلمها وحاطه بعدها فيرجول اهو. يا اليسيا، ما رايك في ان نذهب للمركز التجاري الجديد؟ بتاخد رايها في الموضوع ده، تمام. طيب رقم 2 راجاتسي كيني دي فاري لبرافي ان كامبانيا، يا ولاد ما رايكم في ان نفعل البروفات في الريف، تمام كده يا شباب. طيب رقم 3 تي بياتشي لا كانزوني دي شيلينتانو كي ابيامو شيلتو، ايعجبك اغنيه شيلينتانو، ده اسم المطرب، ايعجبك اغنيه شيلينتانو اللي احنا اخترناها، تمام. طيب بالنسبه لامثله التعبير عن الراي، هنا بيقول لي سيكوندو مي، ودي معناها بالنسبه لي، تمام كده. طيب بنسو كي، بنسو كي، ودي معناها اظن ان. كريدو كي، اعتقد ان. مي باري كي، برايي ان، تمام كده. مي سيمبرا كي، معناها يبدو لي ان. لو او لا ترافو مولتو، اجده او اجدها، تمام كده. اجده او اجدها تكون لائقه جدا علي، تمام كده، او مناسبه لي. نيجي بعد كده للامثله. سيكوندو مي دوبيامو شيلييري اون كانزوني كي بارلا ديلامبينتي، معناها بالنسبه لي يجب علينا اختيار اغنيه تتحدث عن البيئه. يبقى انا كده بقول رايي، تمام. المثال الثاني penso che la canzone di Ligabue sia troppo lenta، اظن ان اغنيه ليجابوي، وده اسم المطرب اللي احنا اخترناها،
بتكون بطيئة قوي. تمام. بعد كده mi pare che la giacca di Dino sia molto elegante. يعني ايه؟ بيقول لك اني في رأيي برأيي ان جاكيت دينو اللي اختاره بالفعل بيكون شيك او انيق جدا. بعد كده بيقول لي mi sembra che Paolo sia un cantante bravo. يعني ايه؟ بيقول لك اني يبدو لي ان باولو يكون مطرب شاطر بالفعل. بعد كده questa idea di vestirci tutti di nero la trovo molto interessante. يعني ايه؟ questa idea هذه الفكرة ان نرتدي جميعنا من اللون الاسود، الفكرة دي اجدها تكون ممتعة جدا او شيقة جدا، ده من وجهة نظري. طيب يا شباب لما نيجي نبص هنا كده ناخد كام مثال عن مواقف. اول ايه؟ سؤال quando esprimo un parere، وخد بالك هو قال لك اسبريمو، واسبريمو معناها يعبر عن، فما تلخبطش وتحط بقى ايه بتاعه كيادو، لان كيادو حاجه واسبريمو او انديكو حاجه تانية خالص، فما حدش يلخبط يا شباب. الراجل هنا بيقول لك اسبريمو بعبر عن الراي، يبقى الاجابه تبقى لا تروفو مولتو بيلو، اجده جميل جدا، كده انت بتعبر عن رايك. في المثال الثاني بيقول لك ايه؟ اقول ragazzi che ne dite di fare le prove alla casa dei miei in campagna quando. لما اجي اقول يا اولاد ما رايكم في ان نفعل البروفات في منزل والدي اللي في الريف، عندما ايه؟ انا كده بطلب الراي عشان باخد رايهم اهو، يبقى الاجابه هتبقى chiedo un parere. السؤال اللي بعده بقول secondo me Roma è una città molto bella quando. لما اجي اقول بالنسبه لي روما بتكون بلد او مدينه جميله جدا، انا كده بعبر عن رايي. الاجابه هتبقى اسبريمو باريري. ناخد المثال اللي جاي ده كمان. ديكو اقول كريدو كدينو اعتقد ان دينو سي ان برافو مانجر، بالفعل هيكون مدير شاطر للمجموعه. عندما ايه؟ هو بيقول لك كريدو اعتقد، يبقى انا بعبر عن رايي، الاجابه هتبقى الاخيره. تمام كده يا شباب؟ والى هنا يا صديقي نكون بفضل الله انتهينا من الوحده الخامسه وشرحناها. نتمنى من الله عز وجل ان احنا نكون افدناكم، وان يكون الحمد لله قدرنا نوصل لكم المعلومه بشكل بسيط وميسر. وبامر الله الفيديو الجاي هيكون بامر الله عباره عن الوحده السادسه، اخر وحده عندنا في المنهج، ونبدا نحط خطه المعسكر للمراجعه النهائيه وفيديوهات المراجعه النهائيه اللي جايه. بس اهم حاجه يا بطل ما تنساش دعمك للقناه، وتشترك في القناه وتفعل الجرس وتشير القناه لباقي زمايلك عشان الكل يستفيد. واي استفسار عندك اكتب لي في التعليقات وانا هجاوبك بامر الله ان شاء الله. اشوفكم على خير. سنيور اسلام. تشاو.